كلنا متضايقين ومش مصدقين ازاي 11 مصري يموت في ساعة واحدة في لحظة واحدة في حادثتين منفصلتين. ايه اللي حصل وايه السبب والاستعجال واللهوجة اللي بسرعة اللي تخلي السلطات السعودية تكفن وتغسل وتدفن أسرة بالكامل ماتت، أسرة مهندس ومراته دكتورة وابنه، التلاتة اللي كانوا في الحادثة اللي في مكة المكرمة. السلطات السعودية قررت اللي هي تدفنهم وتغسلهم هناك في السعودية. الفرق اللي ما بينهم وما بين ال7 عمال المصريين اللي من الفيوم وقررتوا ترسلوا الجسامين بتاعتهم لمصر. في لغز وفي علامة استفهام هنقف قدامها، لكن في نفس الوقت حابب اقولك اللي انت وسط الانشغال ده كله والاحداث الكتيرة في قصة بسيطة لكن كبيرة عندنا. الدبو او محمد اللي قرر يخلص على امه، ما ماتتش في ايديه بعد اللي عمله ده كله، فيعمل ايه؟ يشيلها ويلا من البلكونة. ورد فعله لما نزل ولقاها بتطلع في الروح هو الاغرب على الاطلاق، والكلام ده في بورسعيد وهنشوف التفاصيل بتاعته. بس ما بين ده وما بين ده حابب كل اللي بيشوفني كده 5 دقايق من وقتك هدوء عشان نفهم ونعرف ايه اللي بيدور حوالينا، وفي نفس الوقت صلى على النبي عشان هي اجمل حاجة نبتدي بيها اي حكاية. وسريعا هاخد حضراتكم للقصة اللي فعلا خلتني متضايق ويومي مش مظبوط، حزنا على فراق اجمل شخصية ممكن تقابلها هو المهندس محمد، وكمان مراته الطبيبة. اما ابنهم هو اللي كانوا بيقولوا ملاك من ملايكة الجنة. التلاتة اللي من محافظة القليوبية وبالتحديد مدينة بنها. المهندس سافر للسعودية هو ومراته بيشتغلوا هناك، وطبيعي أسرة بتحاول تعيش عيشة كويسة، دور على مكان يشغلوا ويقدروا ويديلوا فلوس كويسة عشان يعيش عيشة كويسة زي ما بقول لحضراتكم. لكن القضاء واللي ربنا كاتبه هو اللي بيكون. في خبر عاجل السلطات السعودية أعلنت عن الأسرة بالكامل ماتت. غريبة. طب ايه التفاصيل؟ مفيش تفاصيل. حادث مروري. طب حادث مروري في مكة المكرمة، هي السرعة كام في مكة اللي تخلي أسرة بالكامل تموت؟ ده غريبة. والأغرب بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير هو رد فعل السلطات السعودية، الاستعجال في مراسم الغسل وكمان الدفن في السعودية. طب هو ليه هتدفن في السعودية؟ هم معتمرين؟ لا، ده كان شغال هناك، يعني كان بيعمل عمرة مش معروف. الغريب والعجيب الاستعجال في المراسم لدرجة ان سرادق العزاء اتعملت على السوشيال ميديا. ما هو مفيش جسامين هتيجي مصر. وفي نفس اليوم وفي نفس الساعة تقريبا عندنا 7 عمال مصريين من اجدع واكرم الناس في محافظة الفيوم وبالتحديد من مركز سنورس ماتوا في حادث مروري في السعودية. ايه ده؟ هو ازاي ده الكلام ده بيحصل في السعودية؟ هو مش كان المفروض ان السلطات السعودية كانت بتعلق لما كان في حادث مروري في الدائري الاقليمي في مصر وقالوا فين شبكة الطرق بتاعت مصر واحنا عندنا الطرق في السعودية؟ وطلع عندهم وزير كده بيحب ايه يصطاد في المية العكرة زي ما بيتقال، او يعلق وينظر، واتكلم على كلام وزير النقل المصري كامل الوزير وقال فين شبكة الطرق اللي تخلي مصر من اجود الطرق في مصر. الكلام مردود والشماتة مردودة، لكن هنشمت في مين؟ في مصريين ماتوا؟ بالعكس، عمرنا ما نشمت في اي حد يموت سواء مصريين او غيرهم. عمرنا ما نشمت في مصائب قوم، عشان ربنا يرحم الجميع ويصبر اهاليهم على الفراق. اكتر ألم هو ألم الفراق، واللي يكون ابنك يموت بعيد عنك ما تقدرش تحضنه الحضن الاخير، ده اصعب حاجة. لكن في لغز وفي علامة استفهام. مطلوب من السلطات السعودية تعلن تفاصيل الحادث، تعرفنا، حتى تقول لنا، مش عاملة فينا جميلة وتقول خلاص الأسرة المصرية اللي ماتت بالكامل واتمحت من الشهادات والسجلات هندفنها في السعودية. ليه؟ ما تقولوا لنا طيب، بتعملوا جميلة كملوها. ما بقتش عارف ولا فاهم اللي بيدور وايه اللي بيحصل، لنا الله. خلونا ندخل للحاجة أصعب واللي خلتها للآخر.
حاجة وسط الزخم اللي عايشين فيه والأحداث الكتيرة ومسلسل ورد وشوكولاتة ووالدة شيماء سعيد والانتخابات البرلمان، في حاجة عدت كده مرور الكرام. بالتحديد هاخدك لبورسعيد قدام باب 20. هناك شيماء اللي عندها 50 سنة، الناس اتفاجئت اللي هي مرمية على الأرض بتطلع النفس الأخير، وكان جنبها ابنها الدبو أو الاسم الحقيقي بتاعه محمد. اتفرج عليها وهي بتموت وبصلها وقال أخيرا خلصت منك، قلتلك هات الفلوس. وبعدها سابها تموت ومشيت. شهود العيان اللي اتصلوا بالإسعاف والشرطة اللي جت في نفس الوقت وابتدوا عايزين يعرفوا ايه اللي حصل. الإسعاف رفضت تشيل الجثة عشان كانت ماتت. اما بالنسبة للشرطة لما حضرت ابتدت تسأل شهود العيان ايه اللي حصل. شهود العيان اكدوا ان الست دي شافت اشد انواع الالم، عشان كانت دايما يوميا بيسمعوا صوتها في خناقاتها المتكررة مع ابنها محمد اللي عنده 30 سنة. دايما بيقل منها، دايما صوتها عالي، دايما بيقلبها في فلوسها. واخر يوم سمعوا صوتها وهي رافضة تديله الفلوس بتاعتها، فقرر يمد ايده عليها ويخلص عليها. ما جابتش نتيجة، شالها قام جاي رميها من البلكونة من الدور التاني. الست وقعت على الارض، سمعوا الدبة، طلعوا يشوفوا ايه اللي فيها، لاقوا ان محمد واقف جنبها ويقول لها خلاص هديتي، اتبسطتي كده؟ ما انا ما كنتش مش عايز اعمل فيكي كده، قلت لك هات الفلوس بالهداوة، قلت لك هات الفلوس، لكن انت اخترت الفلوس وانا اخترت موتك. اتبسطي. وسابها ومشي. حسبي الله ونعم الوكيل. القصة دي لو هقف قدامها عشان كنا محتاجين نقول كلمتين. الواحد ممكن يكون بيتقي ربنا في عياله، بيطعمهم حلال، بياخد باله من تربيتهم عشان لما يكبر يشيلوه، مش يشيلوه ويرموه من البلكونة. ولو ده حصل عملت اللي عليك، يبقى دي زرع شيطاني وربنا كتب لك ابتلاء في الدنيا. لكن اللي انا شايفه شاب زي ده يقرر يعمل كده في امه، يبقى الام الله يرحمها طبعا عليها عامل كبير في التربية في النشأة. عارفة لو كنت رحت للشرطة وقلت لهم ابني بيمد ايده عليا، كانوا مسكوه وربوه، عشان اللي ما ربوهوش امه وابوه يعلموه جوه السجون. الجملة دي كنا بنسمعها دايما من اهالينا وبنشوفها بعينينا في المناطق الشعبية. عشان كده القصة دي كنا محتاجين نقف قدامها وتبقى رسالة مهمة لكل اب وكل ام. خدوا بالكم من النشأة والتربية وطعموهم حلال. ده ربنا قال لنا الجنة تحت آدمة أمهات، لكن ما فهمش وما عرفش ازاي الشياطين دول بيبقوا موجودين. حسبي الله ونعم الوكيل. قصة كنا محتاجين نقف قدامها، وقصة الأسرة المصرية اللي ماتت بالكامل وفي لغز في موتها وفي حاجات كتيرة مش معروفة، كنا برضو محتاجين نقف قدامها. بقدم لحضراتكم الوقائع اللي بتحصل وليكم التعليق. مستني رأيكم ومستني تقولولي ايه اللي يخلي السلطات السعودية تستعجل في مراسم الغسل والدفن في السعودية، وبالرغم ان في 7 تانيين ماتوا في نفس اليوم لكن دول رجعوهم لمصر. هل في شبهة جنائية؟ هل اللي خبطهم حد واصل، حد معروف، حد من العيلة او الاسرة الحاكمة؟ كلها اسئلة محتاجين من السلطات السعودية تجاوب علينا. السلام عليكم.